عمرنا ما كان حسب مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وتربيتهم أنه نحترم شخصية لأن لها طائفة من البشر تحترمها. هذا مو مقياس إسلامي أبدا، ولا عمره كان هذا من الإسلام ولا من التشيع، عمره ما كان. ولا تخلط بين هذا وبين التقية. التقية شأن آخر، أنت مجبور، موضوع آخر. كلامنا من حيث المبدأ أنه هل الإسلام يوجب عليك احترام رمز مقدس لأن هذا الرمز المقدس الزائف يعتقد به جماعة من البشر؟ كلا وحاشا. وإلا لكان يجب علينا أن نحترم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، نحترم هبل لأنها رموز مقدسة، نحترم البقرة التي يعبدها طائفة من البشر، نحترم افرض بوذا، نحترم ما أدري هذا إله الهندوس، هذا أبو الفيل إذا شايفينه لازم نحترمه. لازم نحترم شخصيات كثيرة، حتى نحترم الشيطان. إبليس لازم نحترمه أصلا، لأنه أكو عبدة شيطان موجودين، سواء عبدة الشيطان القدماء مثل الإيزدية وغيرهم اللي يعبدون الشيطان يسموه طاووس ملك، أو عبدة الشيطان الجدد اللي في البلاد الغربية وحتى الآن بالشرقية عندهم مراسم وعندهم. فلا، ما يصير. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. حرام ترى حسب فتوى خامنئي وغيره تسبون الشيطان، إياكم، ما يجوز. يعني إذا تطبق الفتوى هذه على إطلاقها فيصير حتى الشيطان حرام عليك تمسه، حرام، لأنه أكو طائفة من البشر تعتقد به كرمز مقدس. هم دائما يأخذون هذه الآية الكريمة ويفسرونها على هواهم لمنعك من أن تستمر في جهادك الإسلامي الأصيل لإسقاط الرموز المنحرفة التي أضلت المسلمين. فنقول لهم خلص، إذا هذا أنتم مقياسكم، هذه قاعدتكم، خلص إذا ما يصير إحنا نسب حتى إبليس، لازم نحترم إبليس ونقول رضي الله عنه وأرضاه. جيد هذا، إن شاء الله الله يحشرهم مع إبليس ونفتك. فعلا هو هذا وحدة شيطانية، هذه لا وحدة إسلامية.